ينسى اللي راح ويركز شويه. مرحبا بكم في الجزء الثالث والاخير من حلقتنا اليوم في الراس مايك بلوس. يلتحق بنا تصفيق برشا حس رامي الفراتي. سيدي نمشيو مباشرة لاختبار العادة. أول مواجهة اليوم في حلقتنا من راس مايك بلوس. تو سويت لكويز. سؤال رقم واحد، سؤال بسيط، معلومة نتصور معروفة. جغرافيا. ما هي عاصمة دولة الأرجنتين؟ زياد. أرجنتين. الأرجنتين. نقيب. لابيلي. سونيا. انت تقرا في باش نقول ارجنتين. لا ما تقلوش عاد. بوينوس ايرس. ناصر. بيونس ايرس. جواب صحيح ناصر. رامي حاتم الحاج. السؤال الثاني، من القائل؟ زياد. الدنيا مسرح كبير وكل الرجال والنساء ما هم إلا ممثلون على هذا المسرح. هذا يسمعها في كباريه قال لك من القائل. من القائل؟ رفيق عندك ولا لا ولا لا. جبران خليل جبران. كتابات. نقيب. ويليام شكسبير. رامي. أفلاطون. سوريا. شكسبير. ناصر. شكسبير. جواب صحيح ناصر حاتم. سونيا اليونسي. جواب صحيح كذلك للنقيب، قال ويليام شكسبير. زياد. الناس كيستيون دو ريفليكسيون. فما ربي. ما ربي والله. زيك زياد. من رواد شكسبير يعني. طيب هذا باش تقول لي. اي واحد يعمل مسرحيه شكسبير. قبل لي بريمات نتاعو يقولوا لي اعطيني تذكره شكسبير. يلا السؤال الموالي. زياد ريفليكسيون. اللي يجاوب الاول. شكون يعطيني ثلاثة أسماء نتاع بلدان باللغة العربية، مش أسماء بلدان عربية، أسماء بلدان باللغة العربية كي يتكتبوا ما فيهمش نقاط. خمم اللي يخلط ثلاثة يعطيني المحاولة. كي يتكتبوا ما فيهمش نقاط. فرنسا مثلا فيها نقطة. صحيح. نقاط. تونس فيها نقاط. لقيت كعبة. ثلاثة بلدان ما فيهمش نقاط. يلا. لقيت كعبة. لا لقيت كعبة. مطالب ثلاثة. بربي شني؟ مصر. صحيت أنا. الناس الكل قالت مصر. ما بعد مصر. حاجتي بثلاثة. أبار مصر. السعودية كيف فيها نقاط السعودية؟ كيف هي توا؟ فيها 12 نقطة السعودية. كيما الفيزا. يلا هيا. ريت زياد الجمهور ولا يضحك عليك؟ لا خاطر لقيت زوز توا انا، والله زوز. مازال ثلاث. مصر. اي قربنا. الصومال، مصر، مالطا. برافو. جواب صحيح زياد المكي. ولا نحب نحيي حاتم، تعرفش عليه. خفت للسؤال يطويل وما تطلعوهاش، عيطت له قبيله عطيتها له. قال لي ما نحبش حاجه ما طلعتها له ما نقولهاش. لا انت حتى ما عندوش اي بي تي في قال لك خاطر حرام بيراتاج. والله لاني نفدلك والله لاني نفدلك يا مشاهد. سوي روحك تلميذ يضرب ب 3 كيلومترات باش تفرج في قهوه خاطر يقول لك حرام البي تي في. مش حقي ناخذ شان بيراتي. تصور جيت معاه تلميذ تقرا اكزامانات وفوسكا وما يعديليش. نعمل جريمه قتل. لو ما فماش شوف لي حل وما فماش. يلا هو هكا والله يعطيه الصحه. برافو زياد، نقطه مستحقه. السؤال الموالي نرجع للجغرافيا. ما هو أطول نهر في قارة أوروبا؟ زياد أطول نهر. تاع امستردام رفيق. نهر الحب. لأنه في امستردام كلها حب. كل حب. رامي. نهر الحب. ناصر. لسان. نقيب. ميسيسيبي. أوروبا. سونيا. نسيت. عندك حاتم؟ فولغا. منين يخرج؟ من روسيا. وين يخلط؟ ياخذ حتى الأوروبا. يقول لنا قداش حاتم بالحاج. انه عنده اسم النهر ومنين يخرج وين يتعدى سي ما شاء الله. كفر. موسكو هو. كفر بالنعمه. يلا السؤال الموالي. خبير الانهار. تشنشينا. تقلقت. يلا تشنشينا سونيا. بابا. علي اسمها بالصاد.
وفي عالمنا شجرة قديمة، 3 في الظل وزوز في الشمس ديما. صنوبر. حتى انا خممت فيها. زقوقو. لا بوساعة. اسمها بالصاد. سمعة. لا شنو هي 3؟ ركز، 3 في الظل وزوز في الشمس ديما. سعدة. اسمها بالصاد وفي عالمنا شجرة قديمة، حاجة من قبل موجودة. نخلة. عندها برشا موجودة. سمعة. ليه؟ سمعة. 3 في الظل وزوز في الشمس ديما. صبارة. لا. صباط. لا. صفارة. ثلاث. جواب صحيح زياد المكي. برافو زيد. ليش ليه ادري انزل على الزر ترى. انزل على البزر ترى. ليه؟ شو ليه؟ خاطر فما تسريب، انا شفت تسريب تو. شفت انت شفت. فما تسريب صار، شفت علامة. شنو هي علامة؟ صوتك ولا هكا؟ أنا مريضة في بيتكم، جيت مريضة. اي شيء تسريب ربي. أنا شفتك عاونتو. كيفاه؟ انت تحب عمي رضوان؟ أي نحبوا عمي رضوان. اي دوك شنو نعملوا احنا؟ أي انت ضد التسريبات؟ أي ضد التسريب. نحيو تسريبات جملة؟ نحيو جملة؟ رجع الورق تو. نحيو تسريبات؟ أي نحيو. السؤال الموالي زياد. بربي تكبطها بالسفر. هاي الحكمة الحقيقية قالها سقراط الله يرحمه وينعم. الله يرحمه. الحكمة الحقيقية الله يرحمه يعرفوا. والوحيدة هي أن تعرف أنك املأ الفراغ. زياد. أن تعرف أنك ميت. ميت. نقيب. الحكمة أن تعرف أنك ماذا؟ جاهل. أنك جاهل. رامي. أن تعرف أنك إنسان. على أساس شاكك فكرون ما بالكش ما كيان. أنك ميت. أنك ميت. ما ميت. سونيا. أنك راحل. أنك راحل. تمشي. أنك راحل. وقيل قادم. حاتم. أن تعرف أنك لا تعرف. الحكمة هي أن تعرف أنك لا تعرف شيئا. نقيب حاتم بالحاج جواب صحيحة. السؤال الموالي. شبيك زياد؟ باش تقتلوا. السؤال الموالي. الرفيق. نعطيكم 5 حروف وشكون يلقى لي اسم العاصمة، لوجوا على اسم عاصمة لدولة موجودة في العالم. يطلع له. شكون يطلع الأول؟ أعطوني الحروف. 3 2 1 توب كرونو. القدس. صحيح. برافو. جواب صحيح. وهبط عليه النضال. القدس الله كله فلوتين. جواب صحيح. برافو زيدون. علاش هكاك يتبلنجا امور نضال وكل قضيه تمسوا برشا. يلا برافو زياد الماكن. شوفوا تفاصيل الاجابه هذه في القناه في الجمعه الجايه ان شاء الله. السؤال الموالي. زياد. اي بابا. باش نعطيك مش سويت، عندك 5 مرات الرقم 5. 5 مرات الرقم 5. انت حر تحط العلامات اللي تحب معاه. في يلزمك تلقى لي النتيجه يساوي 500. النتيجه يلزمها 500. شو تعمل؟ شكون يلقى العمليه؟ 555 الا 55. جواب صحيح رامي الفراتي. جواب صحيح رامي الفراتي. نقطة جديدة رامي. السؤال الموالي. يا صدي. إلى ماذا ترمز البومة منذ القديم؟ البومة ترمز إلى ماذا؟ إلى البومة يذودي للحزن. للحزن في الثقافة يونيفرسال. رامي. عندك جواب؟ للحب. ناصر. يبين لي حاجه خايبه تنجم تجيك البومه. معناها نذير شؤم. صحيح شؤم. نقيب. نعم الشؤم. الشؤم. إلى حد الآن الأجوبة كلها خاطئة. زياد. ما عملت شيء والله. حاتم. الموت. إلى حد الآن الأجوبة كلها خاطئة. للحية. اللحية طويلة. الوقار. سونيا. الحكمة.
جواب صحيح سونيا اليونسي. الجواب صحيح سونيا اليونسي. نرجع تاريخ زياد. سميني 3 دول المحور في الحرب العالمية الثانية. شكونهم اللي تسميوا دول المحور؟ ألمانيا. أمريكا. وبعضهم لعبوا. ماشي في ناس. الصين. رامي. المحورة عندك أمريكا وبريطانيا وفرنسا. ناصر. روسيا وأمريكا وفرنسا. ما بعرف. جيتوا على التاريخ. وقيلا مش محور هذا. نقيب. اللي غالطين في الجهة. ألمانيا وفرنسا وإنجلترا. أبوي. سونيا. بريطانيا. وفرنسا. صحيح. وروسيا. بول تاع كوب دي موند. المانيا النمسا وايطاليا. لا مش ايطاليا مش نمسا. المانيا ايطاليا والشين. يابان. حاتم الحاج جواب صحيح. زياد كلمة خيال شكون يخرج لي منها 3 كلمات؟ حيتكلم حد 3 كلمات. اسمعني لحظة. 3. خليل شكون خليل؟ وين خليل؟ بالخاء. لا بالحروف نتاعها. كل جمعة نفس الغلطة. درجة الذكاء كبيرة. يلا 3 كلمات. يلزم الخال. واخ وايل. اسمع. ليل ايل يا راف ايل. خليل. اخ جواب صحيح سونيا اليونسي. زياد المكي. من هو الحيوان الذي لا يؤثر فيه سم الافاعي؟ حيوان ما ياثرش فيه سم الافاعي. شكون زياد؟ كونغورو. الكونغورو. سونيا. حلزون. الحلزون. نقيب. هي الافعى. برافو. حيوان اخر نعرفه بالسوري. خليك. رامي. نعرفه بالسوري. قول. الدب. نعرفه بالعربي. ناصر. الفيل. اي. مونغوست نعرفها بالسوري. شو المونغوست ما نعرفوش؟ حيوان هكا صغير. قنفذ. العربي. قنفذ. جواب صحيح النقيب. عنده حاجات ياكلهم تكون له مناعه الى جانب مناعه موجوده في جسمه تخليه يتحمل 50 مره الجرعه القاتله بالنسبه للانسان، الجرعه اللي تقتل الانسان تنجم يتحملها 50 مره القنفذ. السؤال الموالي زياد. حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من ماذا؟ ناصر. من نقولوا احنا حسد. رامي. من الشرك. الشرك. زياد. حسد. نقيب. من الحقد. إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة. سونيا. السرقة. مثقال ذرة من سرقة، اش معناها؟ اللي خليها حاجة في القلب هي معناها من حسد. أما غلط. حاتم. مثقال ذرة من كبرياء. تكبر. الغرور. جواب صحيح زياد المكي. يا حاتم يا اخي بالغم زياد. هاو فما زياد. هو هكا شنيا مثقال ذرة من ما يدخلش بقى. مثقال ذرة من كبر. جواب صحيح زياد المكي. نعطيكم تصويرة نتاع حافلة وقولوا لي الحافلة هذه تمشي قاعدة في الاتجاه على اليمين وإلا على اليسار وعلاش بيان سور. الحافلة هذه تتحرك على اليمين قاعدة ولا تتحرك على اليسار وعلاش؟ تصويرة. شنو؟ خاطر التصويرة. لا تتحرك هي هاي كل قدام كل تالي. لا تتحرك على اليمين. تتحرك على اليمين. رفيق على اليمين خاطر الشبابك هكا نتاع لا هذيك خاطر ثنيتها مغادي. لا هي ماشي مغادي.
يلا ما تتحركش خاطر العجالي مفشوشه. لا تتحرك حاتم، انسى ما تتحركش. انا نضمن لك هي تتحرك. لوجيك. تحرك على اليسار مش ظهرها هذايا على اليسار تحرك مش شبابك هذا مجاني تحمر من غاديك تمشي لقدام تمشي لقدام. شنو هو؟ ضوء شنو من غاديك الشمس وحمر والكهرباء غروب الشمس. يا وديك تمشي لقدام تمشي لقدام هكا تجي الكار كلها بجنب. تمشي هكا هذوك مش شبابك على اليمين ولا على اليسار؟ على اليمين على اليسار على اليمين لا على اليمين لا على اليسار ويقف هذا يبقى لك تتحرك. تصدق ما يشكار ترينو. فما حاجه ناقصه في الصوره. شفار الباب على اليسار. جواب صحيح حاتم بالحاج. لانه الباب مش مسور دوك موجود من غادي دوك تنجم تمشي كان على اليسار خاطر ما تنجمش تسوق بالمقلوب. نقولوا احنا دوك برافو حاتم صحيح. الجواب صحيح حاتم بالحاج. برافو حاتم. السؤال الموالي زياد، ما هي الدولة الوحيدة اللي علمها مربع الشكل؟ نعرف هذه. علامات الكل مستطيلة إلا الدولة هذه. نقيب. اليابان. الجامايك. هو شيك بن زوز نقولوا النيبال. ناس. انا نقول اليابان. حاتم. سويسرا. سويسرا. جواب صحيح سونيا. حاتم بالحاج. زياد، كيستيون دو ريفليكسيون اللي يتكلم الاول. واحد مع زوز اصحابه يصليوا مع بعضهم جماعه في صلاه الظهر. واحد من اصحابه وزوز حافظين القران، اما واحد يحسن الترتيل وصوته خايب، معناها القواعد يعرفها ما الصوت مش جميل، والاخر لا يحسن التجويد ولكن صوته جميل. كي يغلط الامام شكون الافضل انه لا سرا الظهر سرا ما فما حد يصلح سرا ماهيش جهره. وزوز مصلي كبير هذاك. على ذاك النقطه تمشي حاتم بالحاج. نقطة لزياد زادة لأنه خذا تقريبا في نفس التوقيت أعطانا والآخرين وينكم؟ هذا مش فن. هي ديما نحصل فيها خاطر يقول ما يتكلم حد. احنا نسكتوا حتى نكمل السؤال حتى نكمل السؤال مش نباتوا لهنا. عربية ما معنى الإفك؟ زياد. الفك سونيا. الإفك ما معنى؟ الإفك هو الفك. هو الفك هذا اللوطاني ولا الفقاني؟ لا هي اللوطاني. ناصر. انا بالنسبه لي حتى انا نقول الفم. رامي. مش اللي تحكي على الاعراض. تحكي على الاعراض. لا هي فما واقعة. هذيك على روح. نوع من الإبل. نقيب. لا هو نوع من انواع الافعال الشريره. الافك هو ما معنى الافك؟ هو الشرك والكفر. افك. غير مش قلت تحكي على الاعراض. انت الاقرب لانه الجواب الصحيح هو الافتراء والكذب. جواب صحيح. لو من فراتي. اسمع فما جيل جديد طالع سي بون. فما جيل قاعد ياخذ في الريليف. انتهى الجيل القديم. نهاية جيل بالحق نهاية جيل وقدوم جيل جديد. ثلاثة أطراف هكا. هذيك هي الحياة سنة الحياة. والعمر عنده أكيد عنده وزنه. عنده حتى دخل ما عنده لا عمر لا علي. بالحق عنده حتى دخل. لا عمر لا علي. السؤال الموالي بعيد على الكورة زياد. يلا. من هو الممثل الملقب بالعمدة في مصر؟ أنا معلم عاد. يلا. العمدة. العمدة. محمد رمضان. أنا بيدي محمد رمضان. ناصر. محمد رمضان. نقيب. فريد شوقي. حاتم. محمد رمضان. سونيا. مش محمد رمضان أما نسيت. تو هكا تو. شكون سونيا؟ شكون سونيا؟ مش محمد رمضان أما نسيته. ظاهر قلت لها عليه وهي نسيت. ظاهر. صلاح سعدني. جواب صحيح زياد المكي. مبروكين عليك. مبروكين عليك. عادوا ليه انت علاش ما توليش كي تعطيها الاجابه؟ نمشي غادي جاوب وارجع. شباب صحيح زياد. يلا برافو. السؤال الموالي كيستيون دو ريفليكسيون. يا بابا. اذا كان اعطاك بظهره حكمك
واذا كان اعطاك بوجهه انتهت فتره حكمه. شكون؟ سائق التاكسي. لا. سائق الكار. لا. اعطاك بظهره حكمك. واذا كان اعطاك بوجهه انتهى حكمه، ما عادش يحكم فيك. الدينار. شكون؟ ديستريبيتور. لا. الاب. بنكاجي. لا. العم. الصلاة. الله. الامام. لو جرون امين فراتي. برافو رامي، برافو. جو سوي فيير دو توا. اسمع الامام كي يعطيك بظهره تتبعه في الصلاه، كي دار لك بوجهه انتهى حكمه، ترجع للحياه العاديه. يبدو انه باستثناء حاتم. حاتم جاوب برشا. لا نهايه جيل. نهايه اسمع مخيبه الجمعيه كي لازمها تتبدل في الصيف. باش يجيوك لي زاجون يبداو هابطين. نهايه جيل. اسمع لكن كذلك لازم مخيبه كي تجي تبدل وما تلقاش ما تبدل. ايوه حلو. يلا اعطيونا النتائج. يا باباي. نتائج الكويزي لحد الان: ناصر 2 نقاط، مقداد 3، رامي 5، سونيا 4، زياد 6، وزيزو حاتم 7. السؤال الاخير يتعدل ويكون فما سؤال فاصل، يا يفوز حاتم بالحاج. السؤال باهي في العربيه حاتم؟ حروف الابجديه. زياد حروف الابجديه. لا شربي. ريت كيما اغزر لي، ركز مليح. نسال ساعات نقول اعطيني غله اسمها يتقرا دون لي دو سونس، مثلا خوخ، توت تتقرا دون لي دو سونس. اعطيني زوز احرف من الابجديه، حتى حد ما يلعب كان حاتم وزياد يتقراو دون لي دو سونس. زياد ايوه حرف ابجديه تقرا دون لي دو سونس. حرف ابجديه. اعطيني انا كوفيسيون 3 خلينا نجاوب. انا في خير. يلا واو ثانيه حش بزوز. يا لا الواو تتقرا واو كيف ثم حاجه اخرى. حرف اخر. يلا ميم نون. جواب صحيح حاتم بالحاج. هو حرف الواو، حرف الميم، حرف النون، رغم العمر، رغم الطموح نتاع الشباب. لو جرو الفائز يعود حاتم بالحاج. يا سيدي نمشيو الاخبار النجوم، فقره العاده ستارماك تو سويت. نبداو اخبار النجوم. خلي بعد نحكيو على الكوره وعلى التصاور. سرحنا مع التصاور نتاع الفينال نتاع الكوب ديسباني والحصول ليفربول على البطوله والباساسيون اللي صارت قبل ما بين لي زونترونور، حاجه اكسبسيونيل. ولكن نحكي على التراند على مستوى العالم العربي، حفله الزواج لابنه الممثل والنجم المصري احمد زاهر. سونيا وانت في الريونيون قلت نحب نعلق على التصاور نتاع علاقته ببنته وعلاقه الحب هذيك. انت طلبت باش تتكلم، حسستني في الريونيون تعاملت مع عبد اخر معناها. اتوقع تعملي ليه مش انا. نسيت. ديما علاقة البو والابن عندها خصوصية. العروس مسلكها دار. عندها خصوصية. البنية ديما عزيزة على ابوها وديما عنده ضعف، يعني حتى كان نقطة ضعف وهي بنته، حتى كان كبرت وحتى كان يعرف اللي هي باش تكون سعيدة ويتمنى لها السعادة، لكن ديما يحسك الطفل هذيك اللي كان يلعب بصباحها وكان تعلمت تمشي وكان تمشي للمكتب وكي توخر يبدا قلبه عليها. الطفلة هذيك باش تمشي الرجل الآخر زعما باش يحافظ عليها كيفي أنا، زعما باش يخاف عليها كيفي أنا. دونك شعور يعني ليجيتيم قطعة من يعني. بدنك، تعطي في قطعة من بدنك وقت اللي توصل بنتك الزوج نتاعها نهار العرس. انت تحكي ونقيب يبكي ديجا وما زلت ما عشتهاش نقيب انت بنتك معناها. عشتها مرة. عشتها مرة. اوكي. عندك بنية متزوجة ما زالت بنية ان شاء الله ربي يسهل. صغيرة مازال. صغيرة. ايش بيك نقيب؟ سنة الحياة يا نقيب، سنة الحياة. لا تقول فيها لي انا وانت كيفي. اي نعرف انا كيف نشجع فيك، نشجع في روحي. نشجع في روحك. اي ليه معناها اذا كان البو شخصيته قويه معناها اكبر نقطه ضعف في حياته بنته وخاصه صغيره كي باش تاخذ. انا قلت نعطيه تريحه نقتله بالضرب، اقسم بالله يا زياد نعطيه تريحه يا خويا، يبداش يضرب هكاك ومن بعد
بعد تقول فرحتها غادي. تقول فرحتها غاديك كل شيء. اما صعيبه نخيب، ولكن اوبليجي. ريت كان ما تعرسش تتولي انت تحبها تعرس باش تراها فرحانه، ولكن بعد كي يجيك المومون هذاك سي ديفيسيل. ولكن سنه الحياه كيما ما نعرفش حاجات نتعداو بهم في حياتنا، واجب انه نتعداو بهم. ربي يسهل، مكتوب البنات الكل، وربي فضلك ليها نخيب. يزينا مبكي عاد نخيب، ربي يفضلك ليها نخيب. يعرف اولادك احساس اخر. ربي معكم. ليه ربي معكم. دفعت البلاد هز برك. مبروك عليك. ما يتغشوش عليك نخيب، ولادك يشوفوك قداش تاثر مع البنات ومعهم هما عادي امورهم. ورا هذا احساس معناها احساس من عند ربي كيكا يجي، معناتها ما نجمش واحد يتدخل لي فيه، وهذه نحسه باش يفكها لي. ربي فضلك يا نقيب عليه، فكها لك موت تجي وتطل عليك ولاباس لاباس. اش قولك زين؟ والله ما عليه والله النقيب بالحق. راهو النقيب المواقف الكل، حتى نبداو في الراديو كله بنتك هكا. تتصور نهار اخر جيت عارس امك تبكي عليك زين؟ ما علاش. اي والله بالحق رفيق، انا ما حضرتش في حتى عرس وما ريش والدين يبكيو. خاطر شبيه كيما قال النقيب، كبده هذيا كبتك اللي ربيتها، وحتى ريت يوصلش ان شاء الله حتى يعرس في 60 سنه. بالنسبه ديما للولي يغزر لك اللي هو معناتها مازلت بيبي. وبالحق ربي يهني العباد. انا اللحظه تخوفني من توا. من توا اللحظه تخوفني. انت قلت تحتي بنتك الحريه 40 سنه. 40 سنه تعمل ايش تحب. باهي حاتم نحكيو على تصريح الفنانه المصريه رانيا يوسف اللي عملت سونداج ما نعرفش خرجت به هي من مخها، ولكن حسب تجربتها قالت 90% من حالات الطلاق مربوطه بالام منا ولا من غادي، ام المراه ولا ام الرجل. في الرقم مبالغ، ولكن خلينا نبنيو على المتعارف عليه. يا سيدي نسبه من الطلاق تنجم تكون فيها اسباب ام الراجل ولا ام المراه. علاش في العاده البو ماهوش ما يتجبدش في المشاكل وفي سبب الطلاق؟ ديما يا نشكيو من ام الراجل يا من ام المراه. علاش حتى؟ وربي يفضل الامهات الكل بيان سور. ما يتغشوش منا الامهات. لا ربي يفضلهم. منطق معناها في التجربه هي كي تحكي على روح. انا نعرف شكون باش يكلمك بعد الحصه. خاطر تحكي من تجربتها الخاصه. جينيرالمون اللي تلقى الام الصعيبه واللي تتداخل في حياه اولادها وكل شيء، تلقى راجلها يا اما مسالم خاطر سلم، ناقش من الاول يا امراه ما يجيش منه بعد يسلم اعتزلم بعد، والا هو بطبيعته هكاك. عرفت فما عباد يعيش مع امراه هكا قويه وشخصيتها وكل شيء وتتداخل كل شيء، وهو عايش في عالم اخر، معناها ماهوش عاطي وذنه. وشو التفسير انه فما نسبه من نساء تحب تتدخل في عرس ولدها ولا في عرس بنتها وفي حياتهم الشخصيه؟ علاش ثم هذه النسبه موجوده؟ ما نجموش ننكروها. علاقه الام بالابن ولا البنت مش كما علاقه الاب، صحيح علاقه الاب خاصه، لكن الام راهو يخرج من رحم الام تربيه ليامات الاولى ما ترقدش باش تكبره، تعطيه عنده الغاز يطلع في السنين، ترضع تلبس تمشي للمكتب ديما هو خلقشه منها كما قلنا. حب التملك معناها فما كوردون امبيليكال يمكن يتقص معناها في العمليه، اما في المخ في السبكونسون عمره ما يتقص. دونك ان سارتان مومون وقت اللي يكبر يخلط ولا تخلط لسن الزواج، خاصة علاقة الأم بابنها وقت يخلط سن الزواج، تعتبر كونه المرأة اللي باش تجي باش تاكلها ولدها باش تاخذوا حاضر بالي. انا عملت وربيت وقريت وبعد عرفتك اللي سيمي كوي تحط في الكوشه لا. وباش تفهم سياسه المكيالين حكيناها الفوق حاتم، كي يبدا المراه ولدها يحب المراه اللي خذاها بالنسبه لها دراش عملت له مسحور، كي يبدا بنتها رجلها يحبها هايكا ماخذه وليد ومهنيها ومحلاه وكذا. باش تفهم المخاخ كيفاش تخمم. سونيا تحب من قبيله تحب تحكي قلبك مربي على الموضوع. على العقليه نتاع انه انا كبرته وحاضر ما اديته له، حتى اللي عرس بها زاد امها وابوها قراوها وكبروها وعطاوها له حاضره. علاش ديما العقليه نتاع انا كاين وجابت درا شكون؟ عندك رسائل مشابهه. تحب رساله؟ عندك رساله مثلا لحمايه المستقبل نحكيو في المستقبل، شنو تحب تقولها؟ ليه معناها كيما هو عزيز عليك راهي هي زاد عزيزه على امها وابوها، راهو مش شنو حاضر؟ شنو حاضر امان؟ شنو حاضر؟ هذه عرقك في قدام بالاس. اغزل الكاميرا. علاش تغزل رفيق؟ يا اخي انت اذا كان ماكش تتكلم فيا انا اغزل الكاميرات توجه لها. حماتك المستقبليه مش رفيق راهو حماتك. هاوك توجه لها. ليه خاطر برشا ذكوريه، فما ساعات دي مامون عندهم نوع من الذكوريه. اش معناها عطيتولك حاضر يعني كيما المراه كيما الرجل كيما هو. ايش تحب تقولها اليوم في رساله مشفره؟ احذري. احترم نفسك. مش احترم نفسك انت بالعرب يفضلهولك، اما انت كانك تحب لازمك تحب له ساعاته وما تدخلش في حياته. ما تدخلش في حياتنا. قولها. قولها. قولها.
قولها لها، اعطيني الجرأة، قولها لها. لا نقولها ربي فضلك. خاطر هي قالت في الفواياج دو نص تحب تمشي معاهم، يا اخي كفانا كفانا. لا امانه مواقفها اما المخاوف نتاعها اكزاجيري زيد معناها ابريتو على اللي حكيت لنا مرا طيبه. لا مرا طيبه بعد فواياج دو نص تحب حاضر. ما عانيتش من هذا في الكوبر نتاعك نخيف لاباس. انا نسيبتي الله يكثر منها الناس من كثر ما تتدخلش لان انا وليت نبروفوكي فيها باش نتدخل. وانت يا رامي؟ وي لا ما تتدخلش. اي تتدخل برشا وبايته صباح وليل بحذان. لا بالحق لا والله لا تتدخل ديجا في مقرين وانا الوالده تتدخل؟ الوالده تتدخلش زاده لا والله ايش تحب هي تتدخل يا بابا تتدخل الوالده ما تحبش تهني على ولدها. رامي راك كي ندخلك معايا يلزمك تعطيني ماتي. صحيح امي تضرب في مرتي هيا عدي هبطوها. اي تو نصفق امشي نصفق. لطف عليها ربي يصبرك. حتى امي لطف على امي. ما نحبكش تحكي خصوصياتك هكا قدام الناس، اما مادام حكيت صحيح يا حسيت ما عادش تتحمل. اوكي بابا. زيد الماكي نحكيو على ظاهرة الجنازات في مصر، من العرس نتعداو للتفاين نحكيو على ديما التفويحة رفيق الموتى. جيب لي حلقة في الراف ماك بلوس ولا الراف ماك راديو ما حكيناش موتى ديما. ريحة الجلاد أنا كي نراها نشم ريحة الجلاد. شوية كفن شوية خطر شوية كذا. الموت شوية كفن. كل نفس ذائقة الموت. والله انت على الجلاس عم علي هذا سبيسالتي حفار قبوره. والله يموت عليك. والله سلم عليك. سلم قالك تو نفرحوا فيه. والله هذا راهو في الجلاس يعبر. نفرحوا بيه. لا ربي بعد عمر طويل. قداش هكاك؟ ربي يطول في عمرك. نحكيو على ظاهرة الجنازات، نحكيو على ظاهرة واخباره ديما موت. نحكيو ولا ما هو يقول لك الو فما فرح الو عندك فينا العشيه مات بوه مات استغفر الله الو ما مات توفيت والله مات مكان الموت. صحيح جو كونفيرم. معناها كي نطلبك نقول لك فلان بو توفى نمشيو نقوموا بالواجب هذا مقلق؟ لا مش مقلق اما ديما الموت ديما سباق. تفضل. بابا السؤال موافق القرار اللي مشات فيه النقابه انه اليوم تتنظم الامور وشركه تصوروا الماتيريال كلها عندها وهي اللي تعطي للصحفيين باش ما يصيرش اعتداء على حرمه الميت على خصوصيه العائله، حتى الناس اللي تدخل الناس العائله هي اللي تقول هذا يدخل يصور هذا ما يصورش، انا تصير الامور رسميه بالطريقه هذه. وانا نقترح تحل شركه في مصر تولي ملياردير من غدوه. شوف هذه الشركات والتصوير والله والله رفيقتنا ريم تضحك تضحك ريم شيخ ريم الشيخ العتروس. اسمع صورني في سنيزه سيلو. والله حاجه مهمه برشا خاطر يا رفيق حتى في تونس ولينا نراو في جنازات فضيحه معناتها راهو حاجه اسمها حرمه الميت. شنو يصوروا في البيت؟ شنو الاخبار محلول هكا تلقاه لايف وتوفى. شنو ولينا اتعس. انا ماذا بيا الشركه هذه يعملوها في تونس ويعملوها حتى في الكلينيكات. شنو في الكلينيكات واحد يمشي لبوه لامه يصور بابا نحبك وبوه سيي يودع يا بابا. حاجه فضيحه حاجه مهزله الحق مهزله. نحن ولينا مريض. بس انترفيو التصاور نتاع العبد المتاثر يبدا بوه ولا الناس كل تصور فيه وفي اتعس حالاته. بالحق حاجه تعيسه باش انا بالنسبه لي عباد فنان مش فنان حتى مواطن عادي تصور حرمه ميت وعائلته انت في حد ذاتك مش نتاع التربيه نتاع قله التربيه وكيف نعتبر برشا قله تربيه وقله ذوق. نهار اخر تصورك عندك قائمه تقول له هذا يجي هذا ما يجيش. لا يحب يجي يعني يجي اما مسا شكون؟ لا تمشي تجيني راسك عريان يا ولدي تسال علي يا ولدي. لا يا زلمه كذاب نطلب حاتم الملايكه حاتم اجا في الفرق ما تخرجش عليا حاجه اخرى يا حاتم بعثرني اجا في الفرق يا ولدي وما تدعي القرايه كولوا روح سي بون نقيب حبيت تزيد حاجه. هو رفيق قرار النقابه هذا انا نباركه علاش؟ خاطر انا ديما نحب الحاجات المنظمه وجو سوي بور تنظيم الاشياء. ابريتو تحبوا الا تكره الفنان ماهوش انسان عادي سي ان بوبليك وبانه مشهور
تكثر العباد والاقاويل والكاميرا والدنيا وتبلبيز كبير. مومون انتيم تاع واحد يبكي لطف واحد مثلا معروف مهبط بوه، تصور وانت يبكي باش تقول مدى تاثر وتهبطها في باج هو بالغبره بدموع وهكاك. كان راجل كان امراه سؤال معناها تسال فيه هو بوه ميت شو باش يقول لك معناها، ولا انت جاي تشيع في انسان مشهور ويمد لك الميكرو شو باش تحكي معناها، تحكي من غدوه في بلاتو ممكن. اما فك اللحظه ذيك حتى الموت حتى الجبانه ما عادش عندها قداسه، اليوم تصرفوا فيها عادي وكانه شيء لم يكن. ثم الهيبه اللي كسرناها. واحد يمشي للجبانه باش تفكر اللي هو الحياه فانيه واللي هو معناها نهار اخر باش يبدا غاديكا انتم السابقون ونحن اللاحقون ويرجع روحه خاطر لا والقداسه حدث ولا حرج رفيق. وراه الميت قد بالتليفون الراجل ام دافير الو جابوا طن والجماعه هنا طن وقت نتاع طن جبانه طن البابور خلط لا فاتورات عندي انا فاتورات يا ولدي ميت سكر التليفون موجود سي موجود معناها. وفي مصر راهو الفينومين كبير برشا اكثر من تونس برشا مرات. السيريمونيال نتاع التفينه نتاعهم راهو كي يعملوا كراسي ولا الناس تقعدوا هكذا معناها في التساور معناها هكذا سي جرونديوس. اما كوميم هذا ما يسهل زاده باش الناس تصور وتهبط ماتير اللي ساعات امال الميت نقولوا احنا تقلقهم برشا. على ذاك النقابه اخذت الامور بعين الاعتبار. ليفربول مثلا حاتم اي اوزر فما تصويره ساعه التعليق على الجمهور نتاعها، فما تصويره نراها بعد ساعات في الريزو تاع الجمهور التونسي يتفرج في حمام نلف في مقابله، الناس الكل قاعدين منظمين، فما اللي لابس بالكدا فما كل واحد. كان معناها الجمهور التونسي سواء في المسرح سواء في الاستادات ابار دي زيكسيبسيون كان معناها منظم، كان يمشي كانت السبيكتاكل لانه عندها وقت. شنو اللي تبدل؟ يلزمنا نخدموا على شنو اللي تبدل، علاش تبدل؟ هل ولا الفاناتيزم برشا؟ توريت ليفربول كانت تنجم ارسنال زاد معناها تهز التيتر، كانت في كل ايكيب معناها عندهم عقليه انا خدمت سيزون كامله والتتويج لازم تكون مقدس. حسب شكون نخصوا نكهه التتويج. وشكون اللي في لحظه التتويج نتاعو بعد ضغط المقابلات والجماهير الانجليزيه وجماهير ليفربول يتذكر لونترونور نتاع مناول يورجن كلوب باش في لحظه التتويج نتاعو يتقاسم معاه ويطلب الجمهور باش يغني ليورجن، ويورجن عملها عمناول وطلب الجمهور باش يتغنى باسم المدرب الجديد نتاع ليفربول. مونتاليتي اخرى. احنا اللي يجي اونترونور جديد يقول لك لقيت فريق منهار بدنيا مش فاهم شيء ما يعرف يعمل شيء واعطيني 4-5 شهور وحتى باساسيون لا راهو ساعات تليفون باش يقولوا الملاعب هذاك يصلح هكا هذاك ناقص لازمك تخدم عليه. بالنسبه لهم قطيعه. ريت اللي صار امبارح ريت صار في الهوند الجمهور خرج ما عمل حتى عركه خاطر اللوطه كانت نظيفه. يلزم يصير هكاك الجوارات مسؤوليه الجوارات المسؤولين يقعدوا مع بعضهم والمسؤولين علاش كي تصير هكا احداث مثلا شغب ما يخرجوش الزوز مسؤولين تاع زوز فرق ويعملوا اللي ينادي للجمهور على خاطر راهو ما يلزموا يخافوا على شعبيتهم عند الجمهور، يخافوا على شعبيتهم عند فئه من الجمهور وحاسبين حسبه غالطه حتى بالحاج حاسبين حسبه غالطه ومشيو تكبر. كره مزيانه نتمنى انه نشوفها في مقابلاتنا القادمه وعندنا برشا كوره مزيانه نستنى فينا الجمعه الجايه البي اس جي والارسنال والبرشا والانتر زوز مقابلات عوده من احلى ما يكون في انتظار الكلاسيكو زاده في اسبانيا. هكا نختموا نهايه ترماك نختموا حلقتنا بالمواجهه الاخيره تو سويت بيك بونج. المواجهه الاولى حاتم بالحاج رامي الفراتي تفضل. قداش تنجموا نغصر سميوا انتم الزوز قارين صحافه الزوز عاملين بسي صحيح من اسم تاع جريده صحيفه تونسيه عربيه عالميه انتم احرار. ورقيه 3 2 1 توب. صباح لو طون لا بريس يونيسيف دو شروق صباح الاسبوعي المغرب الانوار صريح لا برافدا بلادي واشنطن بوست نيويورك تايمز وول ستريت جورنال ذا اندبندنت البايس ذا سان شنو هي هذا؟ كوريري ديل سبورت لو موند الاخبار نتاع مصر فيغارو الهرم نتاع مصر مش الهرم الاهرام اي ليكيب دو ديماش اليوم السابع نتاع مصر زاد امشي اي اخبار حرام قالت الفائز رامي الفراتي.
والله برافو برجل تعرفوا برشا اسامي برافو برافو. اهميه التكوين نتاع الصحافه في الاعلام اللي حبينا نوصلوه. اهميه جوجل اهميه جوجل. يلا زياد بعد شويه تلعب انت ونقيب ان شاء الله. زياد قبل هذا ريت لك قلت لك زياد خليك باش تلعب فيرجول تمويه في التنشيط. ناصر سيدي سونيا ايوه المواجهه بيناتكم. سوني اليوم العالم يحتفل واحنا نسجلوا بعيد الشغل. وكي نقولوا الشغل كلنا نخدموا ولكن ديما المخ يمشي. خليني نقول للناس اللي تخدم بيديها للناس اللي تعبة أكثر من الناس ونسيتهم الأغاني. قداش تنجم تسمي ناصر ولا سونيا من مهنة باليد تتخدم باليد 3 2 1 ناصر. دهان نجار الكتريسيان خياط بلومبي دهان. قالها الفائز ناصر البدوي. قوة تركيز برافو ناصر. انعدام التركيز عند لازم تليفون. هيا نقيب اغزر له 10 مرات والله. يا بريك لقلب باي. ما عندكش ورقة نقيب انت؟ ابدا. هاي نحينا الورقة. هاي حكينا على معرض الدولي للكتاب في تونس وحكينا على أهمية المطالعة. اليوم كازوز فنانين بعد على بعضكم شوية في العمر اما نفس البوا نفس البوا نقول كازوز مثقفين زوز نخبة اليوم. الزبده نتاع البلاد. الزبده نتاع البلاد. قداش تنجموا تسميوا زياد من اسم عنوان كتاب مهما كان تونسي عربي فرنسي 3 2 1 توب. ميزيرابل. لو روج اي لو نوار. توت المر. الامتاع والمؤانسه. كليله والدبنه. مثالب الوزيرين. جيرمينال. السد. حليمه والله قريناه الكتاب اقسم بالله. اسرار عائليه. لي شوز هيومان شو الفيانكا. حديث الاربعاء. ليليغونس والله. واحد. لابوستوفليد. L'intelligence émotionnelle. تك 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 3. تواي موا. موي توا. هاي هاو موجود. فما منه. فما منه. اغزر لي ليا. قول والله. ما نحلفش كل حلف كذاب. الفائز مقداد الثاني. الفائز مقداد السهيلي وبفوز مقداد نخلتوا نهاية حلقتنا لليوم. شكرا لكم اللي تابعتونا. شكرا للجمهور الحاضر معنا. كلمة الختام نقيب. كلمة الختام راف إن شاء الله يا ربي كانت حاسة جميلة وحلوة تبعتونا في تونس وخارج تونس. ونحب كذلك نشكر الدار اللي لبستني سيناتور بوان اش اللي بلا بها ليليغونس ما فماش. زياد تحية للمشاهدين اللي تفرجوا فينا حتى الساعة هذه وتحية للجمهور العزيز الكريم. فهمتني ولا بربي ديديكات من والدة نحبها برشا البنت اسمها ريتاج الفطناسي اليوم عيد ميلادها ان شاء الله كل عام وهي حية بخير. وانا كالعادة نشكر جوزيف كواف ونشكر عزيز ونحن ملتقانا ان شاء الله الاسبوع القادم. شكرا لك. مبروك. نحب نشكر الناس الكل الراف الجمهور ليكيب تكنيك انت لي كرونيكور الزملاء كذا ان شاء الله ملتقانا الجمعه الجايه. سونيا اليونسي ان شاء الله رسائلك الكل وصلت هذا. نشكرك حتى نشكرك رفيق انت والزملاء وفريق البرنامج ومخرجة البرنامج اليوم مخرجة الحلقه والجمهور اللي معنا واللي يتفرج فينا واللي يشجع فينا. نشكر فريال استوديو على المكياج وزين على ليزاكسيسوار. ناس رفيق نحب نشكرك انت نشكر الحضور نشكر الجماهير وان شاء الله جماعه كثير عاده ان شاء الله في عوده نشكر مزار وميلانو على اللبسه زادك حتوب. نشكر الناس اللي شجعتني وسالت علي بالحق يغمروني بعض ساعات تحس روحك مدير الاكثريه رجال ولا جنس لطيف؟ مدينه الاكثريه رجال الاكثريه حساسات اكثر نساء يحسوا يفقدوا العقل. لا هو يجاوب كل نساء رجال بلوكي يعملوا بلوكي. وعندي صديق زاد نحب نوجه له تحيه سفيان اللي ما توجور سوبورتي وكهو ان شاء الله. ليه شريتهم بفلوسي. هكا دخلتوا لنهاية حلقتنا اليوم. شكرا صديقنا عزيز جوزيف كواف. شكرا ماتزارو ميلانو على اللبسة. شكرا للجمهور الحاضر معنا. ومرة أخرى تحية لصديقنا حاتم بولابيار. مرة أخرى حتوم خليت علينا بقعة إن شاء الله في عودة قريبة. ربي يرحم الوالد. تعازينا الحارة وإنا لله وإنا إليه راجعون. تحية للفريق. تحية للجمهور الحاضر معنا في حلقة اليوم.
شكرا انتم اللي تبعتونا. ملتقانا الاسبوع القادم في حلقه جديده ان شاء الله من راف ماك بلوس، ديما على قناه الحوار. ليلتكم زينه، على خير.